هذا وهذا الشو طبعا بالنسبة لمدرجات النجم والجماهير كالعادة. 18 سميلة سي دي بي، 10 أصيل الجزيري، 23 أسامة عبيد، 30 مع المدرب التونسي نصر الدين نبي. التمهيد الثاني من كأس رابطة الأبطال الإفريقية قبل الأمور الجدية بالنسبة للفريق، لكن قبل ذلك دقيقة أحمد حمودان يحاول المرور، خطيرة الكرة على دفاع النجم، التسديدة بعيدة للمنافس النجم الرياضي الساحلي وما يخليش ياخذ الأسبقية. الصوابي وأيضا سميلة سيدي بي تنفذ الكرة، تبقى مغربية مرفوعة في منطقة من أحمد حمودان يحاول المرور يوصلها، يحاول يلعب 1-2 والمخالفة. الملكي المغربي مع 10 دقائق لعب من زحزوح الكرة وموجودة على الشمال. الجزيري انتظار طبعا صعود الملاعبين للجزيري، مرفوعه الكره تتقص بالراس في مره ثانيه، دوزيام بال، التسديد من حسام بن علي، الضغط في مره ثانيه، تبقى الكره والمخالفه، يستميت على الكره في العمليه الاخيره. دفاع النجم الرياضي الساحلي، هجوم معاكس، تحضير حذاري من هذه الحكم يقول العكس، يقول لا ما فماش مخالفه، ترجع الكرة من جديد. المتابعة من الدفاع المغربي، تبقى الكرة مغربية. شوف يعني حتى الكرة تخرج نظيفة، كرة الفريق المغربي يحاول يخرجها نظيفة، تقطع الكرة للنجم مباشرة. على الهجومات المعاكسة من الجهة اليمنى في دفاع النجم الرياضي، توزع الكرة في القائم الثاني. ممثل كرة القدم التونسية لمرمى الحارس المهدي بن عبيد، تنفذ الكرة بسرعة، تسديد زوح بعيد النجم، مقطع الكرة وتخرج عملية للجيش الملكي المغربي، التغطية من جانب النجم الساحلي، حذاري من هذه العملية كبير بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي لتجاوز هذا المنافس الصعب. مرفوع الكرة في منطقة الجزاء، تلعب بالكرة ثابتة، يخرج على الجبل، ياخذ الكرة يرجعها، ما زالت تخطيط. مرفوع الكرة تتقص في مرة أولى من دفاع الجيش الملكي المغربي، تبقى عن التمرير، تبقى الكرة خطيرة على دفاع النجم في منطقة الجزاء، تسديدة جانبية والحمد الأخيرة وعلى الشمال، واضحة الإشارة متاعه، طبعا جماهيره يقول لهم شجعون. هذا نصر الدين نبي له تجارب عديدة. استغلال مثل هذه الكرات، تنفذ الخط الثاني، فرصة لصالح النجم الرياضي الساحلي. محمد توفيق علي طالب، هي إعادة العملية بالفعل بالعرض البطيء، تبين وجود الأول من هذا الشوط الأول على الشمال كالعادة. مرور التوزيع في منطقة الجزاء، حذاري وبرافو لأحمد حمودان خطير، حذاري يسقط حمودان. نصفر لك ضربة جزاء، سنعيد آخر بالنسبة للصفرة الأفريقية، واضحة بخبرة السنوات. يوصل الكرة تمشي لحسام بن علي والحكم حذاري من التسديد، وباهي التاكل الاخراني من جانب غفران نوالي، يلزم قطع الكرة وتعود الكرة تضرب في دفاع النجم وركنية. كرة للجيش الملكي المغربي، ترجع من جديد في القائمة. ولد المرور وحمزة جلاسي، والتوزيع في منطقة الجزاء، الرأسية الأولى ثم الثانية من سيدي بي. تتواصل العملية لصالح النجم الساحلي، التحضير سميلة سيدي بي متواصل دون أهداف، والحذر واجب من هذا الفريق المغربي، ورجعت لصالح النجم الساحلي. سميلة سيدي بي يرفع كرة عالية فما حد. وصلاح الدين الغدامسي البحث عن التمرير، تبقى الكرة خطيرة لكن ترجع الكرة كما جات، تمشي للجيش الملكي في منطقة الجزاء، توزيع حذاري مرة أولى مرة، تبقى الكرة مغربية، توزيع في القائمة الثاني وحذاري وقطع الكرة بالراس. دراجة البحث عن الجهة اليمنى، طويل الكرة قبل ما تخرج، التوزيع في القائمة، تمشي للكرة زكريا الهبطي اللي دخل منذ قليل لكن تقطع من حسام. هجومات لصالح الجيش الملكي المغربي، هذا ما يلزموش يتواصل، يلزم زهير مرور يلعب كرة طويلة، يخرج على الأمانة. تبع العملية حذاري من هذه العملية، الحمد لله إن شاء الله بالانتصار، إن شاء الله بالتأهل بفارق. الهبطي التوزيع في القائمة الثاني، واخرج على الشمال، برافو لكن حذاري، المرمى شاغر، تضرب الكرة 20 محمد آدم الورتاني، هذه عادة للكرة الأخيرة، خرجها على الشمال في مرة أولى. حارس مرماه ضغط من جانب يوسف العبدلي، شوفوا كيفاش تخرج الكرة بكل راحة. أعطى نفس جديد للخط الأمامي لأنه هجوم النجم بصراحة. الهدف من جانب
النجم الرياضي الساحلي هدف اكيد. او امين زحزوح، امين زحزوح مرفوعه الكره القاريه سواء او المحليه تبغى هذا الهجوم ان شاء الله يكون الهدف الاول. فرصه باش ترتفع المعنويات. جاء الهدف الاول، جاء الهدف الاول لصالح النجم الرياضي الساحلي. قلت هذا المطلوب، قلت هذا المطلوب، قلت هذا المطلوب. الضغط غزير وقوي من جانب النجم الرياضي الساحلي محمد امين. يكون حاسم بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي من اجل المحافظه. ينتظر المساندة توصل لراقي العواني، سدد راقي، سدد. هذه عادة للتسديدة القوية وتصدما على الأحلام بالنسبة للجيش الملكي. مرفوعة الكرة ما خذاهاش بالراس، مرفوعة الكرة بالراس تقطع من الدفاع المغربي في مرة أولى ومرة ثانية. من شك يوسف العبدلي كان أمام فرصة إضافة هدف ثاني. سنتعرف في هذا الفيديو على عواصم 6 دول عربية توجد في قارة آسيا. أول دولة سنتعرف عليها هي سوريا، عاصمتها دمشق. وثاني دولة هي قطر، عاصمتها الدوحة. وبالنسبة لعاصمة الكويت فهي الكويت. أما عاصمة اليمن فعاصمتها هي صنعاء. بالنسبة لعاصمة البحرين فهي المنامة. أما عاصمة الأردن فهي عمان.